المخ بيحتاج للفيتامينات والعناصر الغذائية عشان يساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. ويلا نعرف مع بعض أهم 4 بقوليات بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. الترمس من البقوليات اللي بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز عشان في الترمس فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C وحمض الفوليك. ويعتبر الترمس بيساعد في تقوية المناعة عشان في الترمس فيتامين C وعنصر الزنك. وكمان الترمس من البقوليات اللي بتساعد على زيادة النشاط والطاقة في الجسم عشان الترمس مليان دهون. وكمان عايزة اقول لكم ان الترمس من البقوليات اللي فيها عنصر الكالسيوم والفسفور، فيساعد على تقوية صحة العظام ومهم في الوقاية من هشاشة العظام. ويعتبر الترمس مهم في الحفاظ على نسبة السكر في الدم عشان الترمس مليان بروتين وألياف. ومن فوائد الترمس انه بيساعد في تقليل ضغط الدم العالي عشان الترمس من البقوليات اللي مليانة بروتين. ويعتبر الترمس الحلو فيه نسبة يود أعلى من الترمس المر. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من الترمس وهي معيار كوباية في اليوم، عشان أكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي ارتفاع درجة الحرارة ومشاكل في المعدة ودوخة وارتفاع معدل ضربات القلب. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض معلومة سريعة عن فوائد الترمس، وأهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. اللوبيا من البقوليات اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز عشان في اللوبيا مضادات أكسدة وفيتامينات. وتعتبر اللوبيا من البقوليات المهمة اللي بتساعد في تقوية القلب والحماية من أمراض القلب. ومن فوائد اللوبيا إنها بتساعد في تقوية المناعة ومهمة في علاج الأنيميا وفقر الدم عشان اللوبيا فيها عنصر الحديد وفيتامين سي. وتعتبر اللوبيا من البقوليات المهمة اللي بتساعد في تحسين عمل الجهاز الهضمي عشان اللوبيا مليانة ألياف. وكمان عايزة أقول لكم إن اللوبيا مهمة في الحفاظ على نسبة السكر في الدم عشان اللوبيا فيها عنصر المغنيسيوم. ومن فوائد اللوبيا تحسين الحالة النفسية وتقليل التوتر عشان اللوبيا فيها مركبات كيميائية. وآخر معلومة عن فوائد اللوبيا إنها بتساعد في تقوية صحة العظام عشان اللوبيا فيها عناصر مهمة زي الفسفور والمغنيسيوم والحديد. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من اللوبيا وهي معيار كوباية في اليوم، عشان أكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي مشاكل في المعدة وانتفاخ وغازات. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض معلومة سريعة عن فوائد اللوبيا، وأهمها إنها بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. البسلة الخضراء من البقوليات اللي بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز عشان فيها فيتامينات وعناصر مهمة زي الحديد. وتعتبر البسلة بتساعد في تقوية صحة القلب والعظام عشان في البسلة فيتامين كي. ومن فوائد البسلة إنها بتساعد في تحسين عمل الجهاز الهضمي وتساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة عشان البسلة فيها ألياف. وتعتبر البسلة مهمة في علاج التهاب المفاصل عشان في البسلة خصائص مضادة للالتهابات. وكمان عايزة أقول لكم إن البسلة من البقوليات اللي بتساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم عشان في البسلة عنصر المنجنيز. وآخر معلومة عن فوائد البسلة إنها بتساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الجسم عشان البسلة الخضراء مليانة ألياف. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من البسلة وهي معيار كوباية في اليوم، عشان أكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي الانتفاخ والغازات. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم فوائد البسلة وإنها بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. فول الصويا من البقوليات اللي بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز عشان فول الصويا مليان فيتامينات ومعادن. ومن فوائد فول الصويا إنه بيساعد في تقوية صحة القلب ومهم في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين عشان فول الصويا مصدر للدهون الصحية غير المشبعة. ويعتبر فول الصويا بيساعد في تحسين عمل الجهاز الهضمي عشان فول الصويا مليان ألياف. وكمان عايزة أقول لكم إن فول الصويا مهم في تقوية صحة العظام وبيساعد في الوقاية من هشاشة العظام عشان فول الصويا مليان فيتامينات. ويعتبر فول الصويا مصدر للبروتين المهم في بناء خلايا وأنسجة الجسم ومهم في الحفاظ على الخلايا والأنسجة. وآخر معلومة عن فوائد فول الصويا إنه بيساعد في زيادة النشاط والطاقة في الجسم عشان فول الصويا مصدر مهم للكربوهيدرات. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من فول الصويا وهي 30 جرام في اليوم، يعني تقريبا ربع كوباية، عشان أكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي مشاكل في المعدة وانتفاخ وإسهال. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض معلومة سريعة عن فوائد فول الصويا وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا.
وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ولو في أي حد عنده سؤال يسيبه تحت في التعليقات وهجاوب عليه. وبكده يبقى احنا عرفنا النهاردة 4 بقوليات مهمة بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله.